مرحبا بكم. على الأرجح قام بعضكم بطبع صور على تيشيرت أو كوب أو منتجات أخرى من أجل إسعاد نفسه أو من أجل إعداد هدية غير تقليدية لأحد الأشخاص، ولكن ليس في مقدورنا جميعا الاستمتاع بهذه الرفاهية لأن هذا مكلف جدا. المتخصصون سيعرضون لنا كيف يتم طبع الصور على المنتجات بأدوات منزلية، ونعدكم ستحصلون على جودة لا تقل عن تلك التي يتم شراؤها. هيا بنا لنرى. الآن الطبع على الغطاء. أجلب غطاء هاتف بلاستيكي، والمهم ألا يكون قابلا للطي. يمكن أن يكون أي لون، ولكن الأفضل أن يكون شفافا من أجل الحصول على نتائج جيدة، ولكن على كل حال سيفي أي شيء بالغرض. بعد ذلك أحضروا مسطرة، ثم قيسوا طول وعرض الغطاء من أجل طبع الصورة، ثم اختاروا الصورة التي ترغبون فيها من على الإنترنت واطبعوها على ورقة. يمكنكم فعل ذلك في المحلات المتخصصة. بعد ذلك قصوا شكل الصورة من الورقة وضعوها بوجهها في خلف الغطاء بلاصق صغير. الآن دعوا المكواة تسخن، واضبطوا عداد توقيت التسخين، وبعدها ضعوا المكواة على الصورة الموضوعة على الغطاء، ثم ضعوا الغطاء في الماء لمدة 30 دقيقة، وسيبدأ الورق في التفتت. ونتيجة لذلك ستظهر الصورة بالهيئة ذاتها التي عندنا. ما رأيكم؟ إنها رائعة. الطبع على الكوب. الطريقة نفسها هي مع الكوب. أجلبوا مسطرة وقيسوا مكان الصورة على الكوب المفضل لكم، ثم أحضروا الصورة مطبوعة على ورقة وضعوها على الكوب بلاصق وبشكل محكم حتى لا تنتزع، وبعد ذلك ضعوا المكواة على الكوب ولكن لمدة أطول ل20 دقيقة، ثم انزعوا اللاصق والورقة. ها هي الصورة مطبوعة على الكوب كما لو كانت طبعت من قبل متخصصين. الآن الطباعة على التيشيرت. أجلبوا تيشيرت وقيسوا مكان الصورة عليه، ثم اطبعوا الصورة على ورق خاص كبير الحجم، وقوموا بكي التيشيرت حتى يسهل طبع الصورة عليها. ثم ضعوا وجه الصورة على التيشيرت وقوموا بالكي لمدة دقيقتين. بعد ذلك أنزعوها وستكون الصورة مطبوعة. يمكنكم التفاخر أمام أصدقائكم أنكم قمتم بهذا العمل بأنفسكم. هذا كل شيء لليوم. أخبرونا في التعليقات عن آرائكم حول هذه الطرق، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.